الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير والنور والسرور مستمعينا ومتابعينا الكرام. حياكم الله ورحبوا معنا بالمرشحة جواهر خليفة كاجور النعيمي من إمارة عجمان. اليوم إن شاء الله راح نكون معاها خلال الساعة القادمة ونتعرف على برنامجها الانتخابي. حياك الله جواهر. أول شيء أهلا وسهلا فيكم اليوم في الملتقى الافتراضي لبرنامجي الانتخابي. أختكم بنتكم ابنة هذا الوطن جواهر خليفة كاجور النعيمي، مرشحة عن إمارة عجمان، رقم الترشح 538. من هي جواهر؟ جواهر إنسانة عندها طموح. الحمد لله أهدافي في الحياة تتحقق، وهذا هدف من أهدافي بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وأنه يتحقق بإذن الله، لأنه جزء من رسالتي في الحياة. رسالتي في الحياة دائما أني أنا أساعد الناس أنهم يعيشون في حياة أفضل ويستمتعون في رحلة حياتهم. عشان أدخل المجلس الوطني هذه مو يعني فكرة وليدة، لا، هذا كان هدف قديم جدا من أهدافي، والحمد لله دخلت في هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق واليسر. كالعادة دائما عندي أهداف واضحة ورسالة واضحة ورؤية واضحة وقيم واضحة. طبعا رؤيتي أني أنا تكون في استدامة صحية للسعادة. نتكلم عن السعادة ونتكلم عن الاستدامة ونتكلم عن الصحة. طب ليش لازم يكون في استدامة؟ لأن أنت كإنسان مخلوق في هذه الأرض عشان تتنعم في هذه الأرض، فاستدامة الحياة لك موجود أنت اليوم علشان تتمتع في هذه الحياة. الصحة، يوم أتكلم عن استدامة صحية أقصد فيها الصحة في كافة المجالات. عندنا على الصعيد النفسي، الصعيد الشخصي، الحياة الاجتماعية، العلاقات، في كافة أمور حياتك ضروري تتمتع بصحة نفسية وجسدية وعقلية وفي كافة مجالات. هدفي نفس ما قلت أن أكمل مشوار رسالتي في الحياة، اللي هو مساعدة الناس أنهم يعيشون حياة سعيدة، سعادة صحية مستدامة. هذه رؤيتي. أما رسالتي في الحياة أن دائما كل شيء في حياتنا في نقاط إيجابية ونقاط سلبية، في نقاط قوة ونقاط ضعف. اليوم إحنا كمستوى الإمارات مستوى جدا عالي، إحنا اليوم ننافس دول عظمى، والحمد لله إحنا أصبحنا من هذه الدول. فاليوم ما نقدر نقول ما عندنا خدمات، ولكن إحنا دورنا اليوم في المجلس الوطني إن إحنا كيف نساهم في تطوير هذه الخدمات بالتعرف على نقاط القوة والضعف، لتطويرها، للتخلص من الضعف اللي فيها، نشوف التحديات والفرص لحياة أكثر جودة لهذا المواطن. اليوم أنا مش جديدة على الساحة. الحمد لله أنا لي يعني باع طويل في مجال الوظيفة الحكومية، وبعد الوظيفة الحكومية اتجهت للتدريب. عندي فعاليات، عندي دورات، عندي استشارات، عندي الحمد لله أنا شخص متطوع في الهلال الأحمر الإماراتي، عضو في جمعيات نفع عام كثيرة، سفيرة المعرفة لدى الهلال الأحمر الإماراتي. قدمت أكثر من 171 فعالية من 2016 حتى الآن. يعني أنا ربيت في بيت أبوي رحمة الله عليه كان عضو مجلس وطني اتحادي، فأنا عندي الخلفية البرلمانية من قبل. جواهر، نروح لمحور البرنامج الانتخابي ونتكلم عن التعليم. فإذا تكلمت عن التعليم، دائما التعليم أساسي. التعليم هو اللي ترتفع فيه وتتطور فيه أي أمة. والله سبحانه وتعالى أول كلمة قالها للرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ. معنى هذه قيمة التعليم عالي جدا. الشيخ زايد رحمة الله عليه أول ما يعني مسك أسس التعليم، سواء كان تعليم للنساء ولا للذكور. فاليوم التعليم باب مهم جدا لتطور هذا المجتمع. الشيء الثاني، دائما التعليم محط أنظار القيادة، لأنه هو الأساس، هو البناء لهذا المجتمع على مدار من الطفولة إلى الإنسان ما يعني إلى اللحد، مثل ما يقولون أن الإنسان دائما في مرحلة تعلم وتعليم مستمرة. لهذا السبب كان محور التعليم جدا مهم وأساسي أن أنا أتكلم فيه، وفي نقاط كثيرة داخله ممكن نطرحها. الصحة. إذا تكلمنا عن الصحة كذلك يعني شيء جدا مهم وأساسي في العملية التنموية. اليوم احنا مرينا في أزمة كورونا.
طبعا شفنا كيف كانت الحياة في وضع كورونا، وكيف كانت الصحة هي الأساس وأهم شيء في حياة الإنسان. فاليوم إذا إحنا ما اهتمينا بتطوير، أنا برد أقول مرة ثانية، إحنا في دولة عندنا الخدمات موجودة وتسعى دائما في تطويرها. اليوم إذا إحنا ما ركزنا على نقاط الضعف في بعض الأمور واشتغلنا على تطويرها وتعزيزها، فإحنا ما نبغي نتطور. اليوم أنا بدل ما أصير بس أنتقد شغلة معينة، شو دوري أنا عشان أطور من هذه الشغلة؟ عندنا حدث موجود أو عندنا مشكلة موجودة، زين أي مشكلة لها جانبين، جانب إيجابي جانب سلبي. كيف إحنا نستفيد من سلبيات المشكلة ونخليها جانب إيجابي، وكيف نعزز الجوانب الإيجابية عشان صحة هذا المجتمع. فلهذا السبب الصحة من المحاور جدا مهمة وأساسية عندي في برنامجي الانتخابي. جميل. تكلمنا عن محاور كثيرة منها التعليم والتوطين، الصحة، وراح نتكلم عن المجتمع، والمجتمع هو الركيزة دائما في كل انتخاب. نفس ما قلت، نحن المجتمع. نعم. فالمجتمع اليوم أنت محتاج تمشي نفس ما قلت مع رؤية الدولة، سمعة الوطن والمواطن. جميل. كيف نعزز من قيم الأسرة؟ كيف نبني مجتمع متماسك؟ كيف احنا يعني نركز على بعض السلبيات الموجوده، ومن ضمن الاشياء اللي انا حاطتها في المجتمع التدخين الالكتروني، كيف نتصدى له؟ كيف نحط له القوانين اللي تضبط عمليه انتشاره؟ كيف نوعي الناس باضراره؟ من الاشياء المهمه كذلك اللي حاطه ضمن المجتمع ان احنا اليوم كمواطنين كيف نبني أسرة متماسكة لها تجمعات إيجابية. فالمجتمع موجود، ولكن كيف نبني فيه أكثر؟ كيف نعيد قيمه القديمة ونطور من تماسكه؟ فلهذا السبب نحن المجتمع، ووجودي اليوم كمرشحة علشان أخدم المجتمع في كافة المجالات. أنا كجواهر شغالة من زمان في التطوير بما لدي من إمكانيات. فكنت أقول في الدورة السابقة في مرشحين طرحوا برامج قوية، طيب هل البرامج بعد عدم انتخابهم ماتت؟ مفترض ما تموت. أنا أقول عن جواهر مفترض ما تموت، بما تستطيع جواهر تقديمه في المجتمع عليها أن تتبنى مثل ما تبنته عشان تقنع الناس، فهي ضروري تستمر في تقديم اللي تقدر عليه في أرض الوطن. يعني اليوم لما أشوف المرشحين قاعدين يعني كل واحد مثل ما قلنا ينطق طرق حملته الانتخابية ويتكلم عن لقاءات وبرامج، تشوف كمية الثقافة، تشوف كمية الكنوز الموجودة لدى شبابنا ولدى الأفكار الموجودة. لذلك الواحد اليوم أتوقع حتى الحكومة ما تقبل على هذا الشيء، تلف على المرشحين وتشوف أول شيء الطلاقة الموجودة عندهم، الفكر الموجود عندهم. يكفي أنا عن نفسي صراحة أقول لو يعني في يوم اترشح صوتي راح يوصل للحكومة مباشرة، لأنك أنت اليوم يعني المدة الزمنية في خلال هذا الترشح أو الحملات الانتخابية قاعد تعرف آلاف من الناس يسمعوا صوتك، وآلاف من الناس تعرفوا عليك. وجهة نظري أشوف أن هذا نجاح. فما أدري شو رأي جواهر. من أهدافي صراحة القديمة جدا والمستمرة واللي راح تظل أني أنا أكون مواطنة صالحة. يوم بشوف شيء فيه مشكلة مو بس أنتقد، دوري أني أنا أحاول قد ما أقدر أني أنا أقترح الاقتراحات اللي ترفع من قيمة هذه الأشياء. اليوم أصبحنا نتكلم عن إسعاد المتعاملين، كلنا متعاملين على الأرض هذا الوطن. نعم. في كافة المجالات. نعم. طيب اليوم أنا كيف راح أترك بصمة تطور من خدمات تسعدني كمتعامل؟ جميل. فاليوم أنت لازم تكون فعليا يعني مؤمن بقدراتك، واعي بقدرات هذا الوطن، ومتأكد أن عندك دولة تستشرف المستقبل وتبحث عن قيمة المواطن الحقيقي. يعني الواحد لما يكون في وسط هذا الحوار، يمكن المتابعين المشاهدين لهم وجهة نظر، قاعدين يعني يستشفوا كلمات جميلة وحماس نابع من القلب وإيمان إنه هذه الدولة قاعدة يعني تسمع لصوت المرشح أو صوت العضو، وتسمع لصوت المواطن. طبعا العضو راح يكون صلة توصل بين
المواطن وبين الحكومة. نعم. بس قبل ما نختم حديثنا وحلقتنا ولقاءنا التعريفي، طبعا نرحب بكل من يتابعنا عبر قناة مجلس ميديا، سواء كان حسابات الانستغرام أو التيك توك، وأيضا نرحب بكل من يتابعنا عبر حساب المرشحة جواهر عبر حساب الانستغرام لايف. اليوم احنا لما نشوف القيادة وقاعدة تثق ثقة تامة انه شبابها ومواطنيها هم الركيزة الأساسية مع الحكومة. نعم. اليوم مهما كانت يعني نقول احنا اي شخص من غير الاماراتيين يحمل ثقافة معينة، يحمل خبرة، نعم اكيد محل اهتمام، ولكن اليوم تبقى الثقة التامة مع المواطن وين ما كان وين ما حل. ونشوف اليوم الرؤية مثل ما قلت انت في البداية، رؤية خمسينية، هي مئوية، أصبحنا رؤية مئوية. أيوة. فعليا 50 نعم بالضبط 50 الثانية بالضبط صحيح. لذلك هذه كلها ما يأتي من فراغ، يأتي من نعم. إيمان القيادة نعم. وفكر القيادة. ويعني الواحد، أنا جواهر طبعا يعقب على هذا الموضوع، لما وصل سلطان هادي للفضاء، في طبعا كنت مع أخوة يعني غير إماراتيين، فيقول طموح زايد. كان طموح زايد. متى توفى زايد؟ 2004. وهل 2004 قال لكم يلا طيروا للفضاء؟ قلنا لا، قبل 2004. نعم نعم صحيح. هو راح زايد، بس كيف يعني الحين وصل في قيادة متتالية. نعم. قاعدة تقود هذا الوطن يعني احترافية تامة وبنهج تام. نعم. جواهر انت لما تكوني يعني ضمن هذا الرؤية، وجواهر تعتبر يعني احد المواطنين، سواء كان وصلت للقبة او لا تزال موجودة في هذا الخارطة، قيادتي ترسم الاهداف بعد 100 سنة. نعم. فشو وضع جواهر؟ نعم. شو تقول داخلها؟ أنا أقول كل شيء اليوم إحنا نشوفه من تطور هو كان حلم قديم. نعم. كل شيء نشوفه هو عبارة عن حلم قديم، هذا الحلم القديم الآن أصبح على أرض الواقع موجود. نعم. فلهذا السبب اليوم إحنا أي شيء نفكر فيه وتفكر فيه قيادتنا، صدقوني 100% راح نراه، ممكن ما أشوفه أنا، الأجيال القادمة. أكيد. إحنا اليوم عندنا دولة تستشرف المستقبل، عندها ل5 عقود، بعد نظر 5 عقود بعد نظر قديم. اليوم كم من القرارات وكم من الإجراءات وكم من القوانين اللي كانت في المجلس الوطني يمكن ما تنفذت اثناء الدوره، تنفذت في دورات اخرى. فمعناه احنا مستمرين في تقديم ودعم رؤيه الامارات باذن الله. طبعا جواهر، ونحن نتكلم عن اليوم عن رؤيه الامارات واستشراف المستقبل. كنا في الكونغرس العالمي للاعلام، وكنت قاعد وسط قنوات اعلاميه تتكلم، شخصين قاعد يتكلموا في هذا الموضوع، يتكلموا عن قاعده الميتافيرست. يقول له اذا اليوم احنا بس من 23 ما جهزنا القاعده الاساسيه لها فراحت علينا، نقول احنا داخلنا يعني كيف راحت؟ هي بعد اليوم العالم بعد يتطور، قالت لا خلاص السنه الجايه اذا احنا ما جهزنا ارض مساحتها كذا في كذا نعم. كذا في كذا، خلاص التقنيه هذه تعتبر ما راح تدخل جدول معانا كقناه خاصه يعني. نعم. فاقول شوف الاعلام وين وصل، شوف الحياه وين وصلت، شوف التكنولوجيا. حتى نحن اليوم يعني قناه مجلس ميديا ما تاسست الا بهذا الفكر. ليش؟ عندك اليوم يعني كنا نتكلم ونشوف ونستشرف المستقبل مع الاعلام ايضا ومع الحكومه، ونقول الاعلام بكره راح يصير الاعلام التقليدي يتحول الى متاحف، مثل ما تحولت الكاميرات والاجهزه قديما. تعال شوف الكاميرا هاي قبل 10 سنوات 5 سنوات كنا نستخدمها، 20 سنه كنا نستخدم. نعم. اليوم تكنولوجيا يعني نشوف كاميرات صغيره، اضاءات، اجهزه اخراج. يعني اليوم احنا نشوف 3 كاميرات هذه، كنا قبل نحتاج الى OB فان يكون موجود، 3 مصورين، مخرج، مساعد مخرج، فني اضاءه، فني صوت، يمكن 20 شخص قاعد يشتغل على البث والبث الاخر. فاليوم نشوف احنا 3 أشخاص 4 أشخاص موجودين قاعدين يؤدوا هذه العملية. نعم. هو استشراف المستقبل. صحيح. الشباب اليوم لازم يعي بذلك. طبعا تحية للمخرج المهندس خالد الشحي، مخرج هذا اللقاء. يعني خالد تقريبا عمل دراسة جدوى لمدة تقريبا أشهر حتى نوصل لهذه المرحلة. أجهزة وراء أجهزة وراء أجهزة، نشتري جهاز ونستبدل جهاز، نشتري حتى وصلنا تقريبا لآخر تقنية هذه إن احنا اليوم نطلع الهواء مباشرة. نعم. نستخدم. يعقوب عبد العزيز، دكتور عدي، تفضلوا سورة إذا حد عنده سؤال قبل ما نختم حلقتنا وحديثنا مع المرشحة جواهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا يمكن في عندنا أسئلة على الانستغرام. في صوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شوف أنا يمكن تابعت. نعم في صوت أخوي عبد العزيز، تفضل. أنا تابعت هذه التجربة وكنت مدير حملة من الحملات في بداية في أول تجربة كانت خاضتها الإمارات. نحن كفي دولة فيدرالية بالعكس يعني تعرف أن أكثر من إمارة 7 إمارات ويخوضون مثل هذا الشيء. والعام كانت زوجتي دخلت بعد في نفس المجال ويمكن ما توفقت، لكن اللي دخل الانتخاب أو الترشيح آسف في الحالتين هو فايز. هو في الحالتين فايز. أول شيء عرف المجتمع الإماراتي من هو هذا المرشح، شو رزنامته، شو أجندته، شو يعمل من ثقافة. هذا كان محتاج أنه هو الانتخاب ترى هو في النهاية قدم نفسه كهوية وطنية، كفاءة، عنده قدرات، عنده إمكانات، عنده رسالة، عنده أجندة وضحها للعالم. أما النجاح هو بيكون نسبي حسب الأصوات، حسب الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله وخاصة اليوم نحن اليوم 2023 مثل ما قالت الحكومة الإلكترونية، الإنجاز، السرعة، التسهيلات على المرشحين أو على المنتخبين في نفس الوقت، كل التسهيلات هاي موجودة. ونحن في محفل وطني جميل جدا، وبالعكس خايضين تجربة وايد حلوة. وأنا أقول أن دولة الإمارات أساسا يعني الله يحفظ حكامها وشيوخها، ان الحمد لله هم موفرين وايد من ناحيه البنيه، من ناحيه الخدمات الصحيه، التعليم، وايد اشياء وفروها. حتى المرشح يعني ما بيكون عنده دور وايد عليه يعني لود او شيء، لكن هو بيوصل رساله الشعب لتطوير الشيء، لاصلاح الشيء موجود. بس انا اقول في نهايه كلامي ما اطول عليكم، ان المرشح هذا اعتبره عنده ثقه بنفسه وعنده الشجاعة أن خاض هذه التجربة رغم عدد المرشحين اللي دخلوا وايدين والكراسي معدودة وبسيطة. لكن هذا الشخص اللي دخل قدر أنه يوصل ويرشح نفسه ويقدر يعمل لنفسه يعني تعريف أمام المجتمع، وأنه يتكلم ويطلع بالصورة ويلقي ويكون عنده قوة حضور وإلقاء ومستعد أنه يخوض. لو ما نجح أنا أعتبره نجح، لأن عرفنا فيه. منو يعرف كان خولة مثلا، مع احترامي التقصير منه مش فيها يعني، من يعرف خولة كاجور النعيمي؟ يمكن أنا يعني كون كاجور أعرفهم علاقة صداقة مع بعض الأخوة، لكن اليوم هي أثبتت لنا في وحدة موجودة. صح ما يمكن ما تنجح أو تنجح، إن شاء الله لها التوفيق، لكن في النهاية عرفنا شو رزنامتها، شو فكرها. إن شاء الله ننجح إن شاء الله. لا بإذن الله تنجحين، والنجاح من الله سبحانه وتعالى. وصدق أقول لك شيء بختصر لك الكلام. أنا عندي جروب باختصار اسمه جروب وطني الإمارات، والله العظيم عندي 300 شخص تقريبا. زين، معاي في الجروب يمكن 50-30 واحد مرشح تقريبا. جروبي أنا سويته كله شرائح إعلامية، دبلوماسية، ثقافية، أدباء، كتبة، شعراء، كلهم ينعتم عندي في جروب من على مستوى الدولة. فالحين سبحان الله جروب وطني الإمارات اسمه هو موجود معنا من الإعلاميين وايد، وكثير مرشحين دخلونا. سبحان الله قالوا هاي منصة وايد جميلة قاعد تعرفنا ونسوي لهم احنا بعد مقدمات في الهاي. عموما التوفيق للجميع، شكرا على تاحة الفرصة، وقناة بالتوفيق لكم القائمين عليها، وقناة جميلة ان شاء الله وتفيد المجتمع وتدعم المجتمع، وايضا بتكون ان شاء الله داعمة للانتخابات ان شاء الله. اكيد ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا على مداخلتك. فعليا نفس ما انت قلت تجربة مفيدة جدا للمرشحين. كذلك وجودنا اليوم في المنصات دليل على الحمد لله ثقة حكومتنا فينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك كل الناخبين عندهم يعني الثقة في المرشح اللي إن شاء الله راح ينتخبونه. شكرا لك. طبعا شكرا أخوي عبد العزيز، ما شاء الله عليك، يعني كلامك طيب، ودائما هذا العشم في الجميع أن نوصل الرسالة الطيبة للمرشحين. نعرف احنا قاعدين نعيش كمية يعني ضغط كبير عليهم، خلاص احنا وصلنا يمكن خلاص الختام، يعني قربنا على ايام التصويت وايام الانتخاب. فيعني لك التحية اخوي عبد العزيز، ويشرفنا حضورك وتواجدك في قناة مجلس ميديا انت وكل من يوجد عندك في جروباتك الخاصة. يعقوب العوضي، عندي السورة الجنابي، تفضلوا اذا عندكم اي مداخلة. جميعا يا مرحبا بكم ويانا، وتحياتي للجميع، من مخرج، من مقدم، من الضيوف، من المشاهدين، من المتابعين. وانا ما عندي كلام زياده، الاخ عبد العزيز كفى ووفى. انا بعد عندي وجهة نظر بان هذا عرس جماعي وكلنا نفرح فيه وبدون حزازيات. اللي بيفوز بنبارك له، واللي ما بيفوز ما بنقول خسارت، لا، لانه ما في خسارة. المشاركة بروحها هذا شرف،
فنحن بنعتبره صحيح. انه ما فاز، وبنقول له هارد لك ان شاء الله في المرات الجايه. الجميل في الامر مشاركه الجميع. ما شاء الله هاي الدوره الخامسه تقريبا او الرابعه بعد 4 دورات. الخامسه. نعم. هي الخامسه، فزاد بعد 4 دورات زادت الثقافه الانتخابيه عند الجميع. نشوف ما شاء الله شباب صغار مثل بنتنا واختنا، وكذلك من الاخوان والخوات جميعا. الاشتراك اللي بينهم او الهدف المشترك بينهم كلهم هدفهم تنميه، تطوير، نقل هموم المواطن، مساعده المواطن. رغم ان الدوله اللهم لك الحمد والشكر ما مقصره في حقنا، لكن هي محتاجه الى شريك، محتاجه لانها تسمع من هذيل الاعضاء اللي هم راح يمثلون المواطنين. فانا اتمنى لها كل النجاح والتوفيق، هي واخوانها وخواتها المشاركين. وانا يسعدني كذلك ان في فئات شابه صغيره بالعمر ولكنها كبيره في الافعال والعقول والتخطيط. والله انهم شرف لنا، والله يوفقكم ان شاء الله. هذا اللي اقدر اقوله. وانا كنت جدا مستمتع بحديثكم ويا بعض، طريقه حوارك عبد الله والضيفه كذلك. فنتمنى كل النجاح والتوفيق. واترك الكلمه جزاك الله خير. وكذلك اختنا سراء. شكرا جزيلا لكم على هالمداخلات الطيبة. يعني أنا شاكرة جدا يعني دعمكم ووجودكم في هذا البث، وكذلك يعني أي إنسان يؤمن بالمواطن وقيمه ومواطنته الحقيقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إن شاء الله. نعم. دكتور بداية تفضل معنا إذا حاب تشاركنا في مداخلة سورة قبل ما نختم لقائنا مع المرشحة جواهر خليفة كاجور. حبيت أشكر الأستاذة جواهر على اللقاء ويانا. شكرا جزيلا لك أستاذة على اللقاء هذا والكلمات الجميلة يعني الطاقة اللي أعطيتينا إياها والإيجابية بكلامك، وشكرا على شرحك الوافي عن طريق لأنه أنا كنت ما عندي ذيك الدراية الكافية بالانتخابات المجلس الوطني. شكرا جزيلا لك، نورتينا. شكرا لك، شكرا على مداخلتك. أشكرك شكرا لك. شكرا. الله يسلمك. طبعا متابعينا ومستمعينا الكرام، أنتم الآن تتابعون عبر قناة مجلس ميديا. تابعوا اللقاء التعريفي مع المرشحة جواهر خليفة كاجور النعيمي وعن إمارة عجمان، رقم الترشيح 538. طبعا نحن متواجدين في كافيه سفن في الضيط. كل الشكر والتقدير لهم على إتاحة الفرصة أن يكون استوديو قناة مجلس ميديا موجود في هذا المكان الطيب، وهو يعتبر دعم أيضا للمشاريع. شكرا جواهر أنكم تختاروا هذه الأماكن تدعموا فيها الشباب، وهذا يعتبر من الذكاء في مرشحينا. يعني ما شاء الله عليكم، أنتم في هذا الوقت قاعدين تقدموا برامجكم الانتخابية، تروحوا هذه الكافيهات تجمعوا فيها الناس كنوع من الترويج والدعم لهم، وهذا شيء يحسب لكم. اليوم احنا نفس ما قلت شعب واحد، واليوم جواهر تحت قبة البرلمان تمثل الإمارات كلها وكل مواطنيها. شكرا لكم وشكرا على هذا البث الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا إن شاء الله، ونترك دائما أثر طيب وبصمة طيبة وين ما كنا. وهذه جواهر من بداية رحلتها في الحياة في التطوير هي دائما تسعى أن تكون صاحبة أثر طيب في حياة كل الناس. شكرا لكم. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام عبر قناة مجلس ميديا، عبر حساباتها في الانستغرام والتيك توك وأيضا في اليوتيوب. شكرا لكل من تابعنا عبر حساب المرشحة جواهر خليفة كاجور النعيمي في الانستغرام لايف. تقبلوا تحياتنا من قناة مجلس ميديا. كان معكم في الإخراج المهندس الزميل خالد الشحي، وكان معكم في الإعداد والتقديم عبد الله خلفان البلوشي. وإن شاء الله نتمنى الفوز لمرشحتنا جواهر خليفة كاجور النعيمي بإذن الله.